نعود إلى البداية التي تحدثنا عنها في العناوين عن الدعم العالمي للأمير علي بن الحسين المرشح العربي في مواجهة سيب بلاتر. كل الأمور تصب في صالح الأمير على أمل أن يحدث مشاركته في هذه المنافسة دويا كبيرا. لماذا؟ لأن قبل ساعات أعلن البرتغالي لويس فيغو انسحابه من الترشح، وكان قد سبقه الهولندي مايكل فان براغ بالإعلان الانسحاب. مايكل فان براغ أعلن أنه ينسحب، هذا هو الذي أمام حضراتكم في الصورة، لمصلحة رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا لكرة القدم. والكل يتحدث في أوروبا عن التحالفات التي تتم الآن بعد انسحاب المرشحين، ليبقى الصراع بين مرشحين اثنين فقط، هما سيب بلاتر الرئيس الحالي للفيفا والمرشح العربي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الفيفا. الانتخابات ستجرى يوم الجمعة المقبلة بإذن الرحمن في مدينة زيورخ السويسرية، وتدلي اتحادات 209 أكثر من الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة هناك في دولة كرة القدم العالمية، كرة القدم الفيفا. 209 ستدلي بأصواتها في أكبر منظومة على وجه البسيطة. كل التمنيات للمرشح العربي بمنافسة قوية، حتى وإن لم يتحقق نتيجة التربيطات البلاترية ونتيجة التاريخ في إدارة مثل هذه الانتخابات، لكن نتمنى أن يخوض المرشح العربي معركة شريفة ويحقق فيها بالتزام أشقائه العرب وبالتزام كل الباحثين عن تطور كرة القدم في العالم، يحصل على أصواتهم. ولما لا يكون رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عربي هو الأمير علي بن الحسين؟ هذا ما نتمناه.